فما واحد تونسي في فرنسا اهتك عرض امرأة عمرها 90 سنة، والخبر هذايا قاعد يدور من البارح في وسائل التواصل الاجتماعي، وانا بصراحة ما حبيتش نهبط وخاطر ما صدقتوش يبالي اشاعة، لكن بصراحة بعد ما لقيت مواقع كبيرة وذات مصداقية كاتبة على الموضوع هذايا قلت لازم نحكي فيه. المرأة الفرنسوية كانت في دارها في نيس في جنوب فرنسا، لبس عليها، دق الباب، حلت الباب، في بالها ممرض، وإذا بيه الشخص هذايا التونسي يقتحم عليها الدار ويدخل الدار بالقوة. وبالطبيعة أسمع اللي ما تسمعش، في وسائل الإعلام الفرنسية تونسي عمل هكا. المرأة تويكا هزوها للسبيطار باش تلقى العلاج المناسب، والتونسي وقفوه، الشرطة الفرنسية هي اللي وقفته، والشاب التونسي هذايا طلع أصلا وضعيته ماهيش قانونية في فرنسا. والله شيء أسف، عملتونا الفضح، والمسؤولية راهي تقع على الفاعل كهو، راهي ما تقعش لا على شعب ولا على جنسية. ما فهمتش أنا، 90 سنة 90 سنة يا معلم، خليني ساكتة خير. ليه وهما يحبونا برشا وزاد علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله شي يحبس المخ، صدقوني كان ما لقيتش برشا مواقع مهبطت وأنا الخبر هذا ما صدقوش. فبربي اللي عنده أي معلومات عن الموضوع هذا يأكد لنا أو ينفينا في الكومنتات.